هل تعلم ما يعلمه الله؟ هل ترى ما يراه الله؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا من أهل الجنة. أشد الناس بلاء، فيصبغ في النعيم صبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا حال أشد الناس بلاء في الدنيا عندما يرى مسحة يسيرة من جزائه يوم القيامة، فكيف بمن هم دون ذلك؟ الشقاء والنعيم، الحزن والسعادة، وكل ما تمر به هنا في الدنيا لا يزن شيئا في ميزان حياتك الحقيقية. فليفعل الله بنا ما شاء، قدره ماض شئنا أم أبينا، فهمنا حكمته أم لم نفهم. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو جوهر الإيمان الحقيقي. هذا ما تعنيه عبارة طالما رددناها وقليلا ما وعيناها: إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم.